بيقول لك ضبط الزوايا ده ملوش اي علاقه باستهلاك البنزين بتاع عربيتك، ولا بيزود استهلاك ولا حاجه، ملوش اي علاقه باستهلاك بنزين بتاع عربيتك. وبيقول لك ضبط الزوايا ملوش اي علاقه باتزان عربيتك على الطريق ولا اي حاجه. يا عم طالما الطريق عدله مشي حالك والدنيا ماشيه، ضبط الزوايا ملوش علاقه، كبر دماغك. وبيقول لك ضبط الزوايا ده ملوش اي علاقه بكاوتش عربيتك يبوظ او ما يبصي، هو ليه عمر افتراضي وهيعيش وهيمشي لغايه اما اجله يجي وينتهي. وضبط الزوايا ملوش علاقه ان كاوتشك يبوظ او ما يبص. لا وكمان هيقول لك ان ضبط الزوايا ملوش اي علاقه بعمر عفشه عربيتك او ان هو يضرها او ما يضرهاش. كل الكلام ده هبد في هبد وملوش اساس من الصحه. ما تركزش في الكلام ده ولا تسمعه ولا تمشي وراه. الكلام ده طالع من ناس ما عندهاش خبره بربع جنيه في مجال السيارات. وعشان كده احنا النهارده جينا لكم عند واحد اقوى الناس في مجال ضبط زوايا. مش بس ضبط الزوايا اللي احنا نعرفه، لا ده بتاع المهام الصعبه، ولما تتابعوا الفيديو ده هتعرفوا ليه. احنا النهارده عند امير الزوايا. باشمهندس امير، ازيك يا عم كريم؟ عامل ايه؟ باشمهندس امير، طبعا احنا مبسوطين جدا 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 ان احنا في ضيافه امير الزوايا. شرف لينا يا استاذ كريم. طبعا مش محتاجين نتكلم عنه كتير، اي حد بيتابع مجال العربيات السوشيال ميديا بيتابع عليه العربيات كويس جدا عارف مين هو امير الزوايا. عم امير اتفضل يا باشا. عايزين نعرف المركز بتاعنا بيقدم ايه في مجال الزوايا. بص يا كيمو، المركز عندي بيقدم خدمه ضبط الزوايا والترصيص، وطبعا ده بيتم على اجهزه هانتر. تمام. كل الاجهزه عندي في الفروع يا عم كريم هانتر، هتلاقي هانتر زوايا وهانتر ترصيص. ده بيكون اعلى ماركه في ضبط الزوايا وادق في المقاسات. تمام. بنقدم خدمه زراجين العفشه. حلو. يعني مثلا حد عميل عنده عجله مؤخره، عميل عنده مساعد معوج، عميل جاي لي عنده دنجل معوج، كل ده يا استاذ كريم بيتعدل من غير ما نغير قطعه في العربيه. تمام. وطبعا لو هنعدل دنجل، فضلك كده تعالى، لو هنعدل دنجل الاستعدال بيتم على جنود خارجيه. يبقى عندي جنط 5 خرم. تمام. 2 ابعاد. بتشتغل على جنود تبعك بحيث ان انت ما تضرش الجنود بتاعت جنط العربيه اطلاقا. تمام. عندي جنط 5 خرم 2 ابعاد، عندي جنط 4 خرم 2 ابعاد. تمام. بنفك جنط العميل بركب الجنط بتاعنا. بشد عليه الزرجينه وبعمل عليه الاستعدال. حلو. والاستعدال بيتم عن طريق طبعا البريستا الهيدروليك. تمام. وكمان حاجه مهمه جدا خدمه استعدال الجنود سواء الحديد او السبور. حلو قوي. وده طبعا بيتم عن طريق مكنه، بحيث ما تحتاجش تغير بقى جنط ولا تروح لحد في اخر الدنيا. لو عندك مشكله في الجنود بتاعتك هيستعدلها لك على احدث اجهزه شغاله في استعدال الجنود، ويجيبها لك برضو على المسطره زيها زي الزوايا. حاجه مهمه جدا وانا دي عجبتني جدا عند امير، ان في ناس عربياتها بتبقى خلفي مش مالتي لينك او مش على مقصات، بتكون على دونجل. لا قدر الله لو حصل حادثه او حد بقى نزل يخمس بالعربيه ولا حاجه والعربيه خلفت منه بقى الشمعدان او الدونجل خلف منه قفل او فتح من فوق او من تحت في العربيه والزوايا ما بقتش مظبوطه. في الوضع ده المتعارف عليه ان احنا بالفني او الصنايعي بيقول له لا انت كده هتجيب لي دونجل استيراد بقى او جديد بارقام خرافيه، وفي مزبوط. عربيات الدونجل بتاعها مش موجود قليل وتغييره مكلف. لا انت هنا بتيجي عند امير بيظبط لك العربيه على الدونجل الاصلي بتاعها وعلى وضع البلد بتاعتها وضع الستاندرد طبعا. كل عربيه لها ستاندرد، كل حاجه باقل التكاليف وتوفر وقت وتوفر مجهود عند امير. والله يا امير انا مبسوط جدا جدا ان انا موجود معاك النهارده. ده شرف ليا يا استاذ كريم، وعشان وجودنا متعشمين وجودنا معاك النهارده متعشمين لمتابعين امير ومتابعين كيمو كارز في عرض حلو كده، عشان خاطر الناس اللي محتاجه تطمن على زوايا عربيتها او محتاجه تامن عليها عشان تبقى الدنيا ماشيه معاها مظبوط وتبقى موفره في بنزين عربيتها، تبقى عربيتها ثابته على ملفات، تحافظ على كاوتش عربيتها عشان ما يتبهدلش على المدى البعيد، تحافظ على العفش عشان ما يجيش مع الوقت العفشه العربيه تتضرر وتتاثر وساعتها التكلفه هتكون عاليه جدا. عاليه مظبوط. فالناس حابه تيجي تطمن على عفشه عربيتها وتظبط زوايا بحيث تبقى ماشيه العربيه على المسطره.
مظبوط. فممكن نتعشم في عرض كويس من امير لمتابعين كيمو كارز وامير الزوايا. تقدر تعمل لنا ايه؟ هعمل لك عرض جامد قوي يا كريم للمتابعين عندك وعندي او لاي حد يشوف الفيديو. تمام. عامل عرض 50% على ظبط الزوايا، والعرض ده يعني نخليه قد ايه يا كريم؟ لمده اسبوع. لمده اسبوع من تاريخ نزول الفيديو. عرض 50% على ظبط الزوايا. مستنيينكم تشرفونا باذن الله. اي حد هيجي هيتعامل معاه واجب خصم 50%، غير انه هياخد عربيته على الجهاز ماشيه مسطره. حبيبي يا عم امير، شرفتنا يا استاذ كريم والله. امير الزوايا رقم 1 في عالم الزوايا، ومش اي زوايا. حبيبي يا كيمو. الحالات المستعصيه. امير الزوايا رقم 1. شرفتنا يا استاذ كريم. حبيبي يا استاذ كريم، شرفتنا يا باشا. وانا كريم من قناه كيمو كارز وبقدم محتوى عن السيارات. لو عجبك الفيديو دوس متابعه ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد في عالم السيارات، واشوفكم في فيديو جديد ومفيد. سلام.